يا ميس إيمان، ابني بعد ما خلص الأحرف قد إيه؟ أولا قبل ما تبدأي في اللي بعد الأحرف لازم تعرفي إن إحنا لازم ناخد الأحرف إملاء، الأحرف قراءة، الأحرف تشكيلات. يا ميس إيمان يعني إيه تشكيلات؟ يعني حرف الألف يختلف مثلا في الشكل عن حرف الباء، حرف، وأفهم الطرق وأفهم الاتجاهات وأفهم النطق والصوت والاسم. كل ده لازم ابنك يكون عارفه كويس جدا في الأحرف، واخدة تمارين كتيرة جدا، ونازل كمان بالأحرف في أسطر وكاتبها بطريقة كويسة جدا. بس الأحرف يا جماعة بناخدها بالتلخبطة، يعني الأول هادي ترتيب وبعدين هلخبط لابني الأحرف بحيث إن هو يكون كويس فيها. طب خلصنا الأحرف ناخد إيه؟ هناخد الحروف اللثوية اللي هي الثاء والذال والظاء، ودي بتقعد معاكي أسبوعين بالظبط، بندي تمارين كتيرة جدا، اختر وصل اكمل كل ده معانا. طيب، وبعدين الحروف القاطعة اللي كل الأمهات بتنطقها غلط، لو سمحتوا اسمها حروف القطع، مش الرافصة ومش العضاضة ومش الشكاكة ومش كل ده ومش الشقية. كل ده غلط تماما. أنا عايزاك كمامي تقولي لي الحروف القاطعة أو حروف القطع. ليه؟ بنيجي في سنة أولى يقول لك يلا طل استخرج حرف قطع، عمره في سنة من السنوات ما يقول لك استخرج حرف رفاص، حرف عضاض، حرف شكاك، لا مستحيل. هي اسمها استخرج حرف قطع، استخرج من القطع حرف قطع. حتى تلاقوني في كتاب الايمان في تاسيس المستوى الثالث، هتلاقوني في المستوى الثالث جايبه لكم دايما ايه، استخرج حرف قطع، استخرج حرف قطع. ما فيش حاجه اسمها رفاصه، ما فيش حاجه اسمها انقطاع، كل ده ما ينفعش خالص. طيب بعد كده هناخد ايه يا مس ايمان؟ هناخد الاحرف